ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا عايزين نتكلم في حاجة مهمة. يعني انت بسمعها كتير، وعدد تعمل مشاكل في البيوت، بتعمل قطيعة رحم. احنا في الفترة الأخيرة دايما بنقول إن مرات الابن مش أو مرات الابن مش خدامة. طب هو فعلا مرات الابن مش خدامة؟ مرات الابن ست في بيتها، وبيقولوا هي مش مسؤولة عن خدمة حماتها أو أي حاجة زي دي. أنا مش شايفة إن مرات الابن بتخدم حماتها، لإن طبعًا طول ما الست بتتحرك هي بتخدم نفسها. هي كل اللي فيها إحنا عايزين تعاون. أنا معاكم إن في ستات يعني أو حموات، آآ ربنا يجيرنا منهم، مش هنقول غير كده، بس طبعًا مش الكل. بس عايزين نبدأ إحنا من نفسنا الأول أو من مرات الابن، بلاش تخشي وتتشرطي في حتة زي دي. ودايمًا قعدنا بنتكلم إن المشايخ دايمًا بيتكلموا فيها، والناس بتاخدها قدوة، وقعدوا يتكلموا كل واحد بيقول اللي الشيخ بيقول وبيطلبوا منها، وأحيانًا تتفلسف الجوازات بسبب الموضوع ده، أو الراجل يميل يعني مع جهة ضد جهة، مع أمه يسيب مراته، أو مع مراته ويسيب أهله. الحتة دي بتعمل قطيعة رحم، وبتعملها يعني قطيعة رحم من الدرجة الأولى، اللي هي الأم والأخوات. فالكلمة دي طبعًا بلاش تتقال، لأنها كلمة كبيرة، وأولًا أنتِ بتهيني نفسِك لأنِك أنتِ مش خدامة، أنتِ رايحة سِت بيت. كون أنتِ طبعًا تعيشي لوحدِك دي حقِّك طبعًا، بس بلاش الكلمة دي وتقول لك أنا مش مسؤولة وأنا ما ليش دعوة وما تخشيش البيت، لإن هي يعني بتبدأ كده وبعد كده ما تخشش البيت. يعني حتى لو حماتها تعبت ما بتخشش لها البيت، لإنها مش عايزاها تطلب مني حاجة. طيب أنتِ مش أمّا تتعب مش تطلب منِّك حاجة، طبعًا أولادها زي ما هُم بيقولوا إن ولادها هُم اللي مسؤولين، طبعًا ما هو ولادها هُم اللي مسؤولين. بس طبعًا أنتِ المفروض، يعني أنتِ كمرات ابنها، أنتِ برضه عليكِ واجب إنِّك تقفي جنبها. تضطري بعد كده إن الحما بترُد نفس الألم لو إجت مرات ابنها تعبت أو في حَمْل أو في ولادة أو في أي تعب ما بتخشلهاش. وبالعكس ده عاد في حموات كمان بيقولوا لك لأ إحنا عايزين الموضوع ده، هُم بيحبوه، لإن بتقول إن هي بتريّح نفسها، إنها ممكن بعد كده هي يعني بتحتاج لحماتها كتير، ممكن تدّيها عيل تشيله، ممكن حاجة، يعني ممكن تساعدها. أنا ما بانكرش إن في حموات مش حلوة، بس مش الكل. وبلاش تيجي منِّك أنتِ حتى لو هي يعني مش حلوة، بلاش تيجي منِّك أنتِ. فإحنا هنقول بس الأول اتقي ربنا الأول، وفكّري هل أنتِ لو أنتِ مكانها هتقبلي إن ابنِك يعني بعد ما تربيه وتكبّريه وتجوّزيه، إنه مش هتشوفيه غير في المناسبات، أو إن ما حدّش يخُش، وتقولوا بناتها هم اللي يشيلوها. أنا معاكِ بناتهم يشيلوها وكل حاجة، بس فرضًا هي ربنا ما رزقهاش ببنات، خلّفت مرّتين 3 وربنا ما رزقهاش بالبنات، وفي بتحصل مع ناس كتير. وفي اللي مثلًا اللي بيكون معاها بناتها وبتتجوّزوا بعيد عنها، يمكن في محافظة غير المحافظة وبلد غير البلد، فطبعًا مش هتقدر تيجي لها. إحنا بنتكلّم طول ما هي بتتحرّك وبتشتغل، أكيد هي مش هتعوز منِّك حاجة، بس لمّا بتيجي تتعب فأكيد بتعوز منِّك حاجات. وما تقولوش بعد كده إن الراجل يشيلوا له شبشب أمه على راسه. الراجل مش هيقدر يعمل لها أي حاجة، هو آخر كل حاجة ممكن هيعملها إنه يقبض، يعني آخر الشهر ويدّيها مبلغ وخلاص. ده كل اللي هيقدر عليه، لإنه طبعًا بظروفه الصعبة أو بظروف شغله، طبعًا في اللي بيسافر وفي اللي بيشتغل بييجي كل شهر مرّة، يومين، 3، أو اللي بيشتغل كل يوم بييجي آخر النهار يا دوبك ياكل وينام. يعني الله يكون في عون الناس، وده سُنّة الحياة. فهي يعني بتقول خدامة، يعني بتقطع نفسها من عند حماتها، وكده أنت قطعت صلة الرحم. يعني أنا باشوف ناس وأنا باشوف كمان فيديوهات إن بيتكلموا عن الموضوع ده حاجات كتيرة. يمكن لمّا الست كمان بتشوف مثلًا طبخة في الفيس أو اليوتيوب تعملها أو تعمل حاجة حلوة، بتدّي كل الناس إلا حماتها أهلها أو أصحابها، ما تدّيش حماتها حاجة، ودي في حد ذاته وِحِش. باقول إن هو مش كويس. يعني عايزين نرجع كده ونلِم نفسنا أو نلِم رواحنا في نكون إيد واحدة. بلاش تخشي لإن حاجة، يعني لو الظروف حكمت وحماتِك قعدت معاكِ ولقيتيها كويسة بلاش، أو حتى لو مش كويسة يعني أنتِ هتعملي اللي يرضي ربنا.
هتعملي اللي يرضي ربنا عليكِ وبس، أكتر من كده مش مطلوب منِّك حاجة. إنما تقطعي وتقطعيهم وكل واحد يروح لحاله بلاش، لإن كل واحدة يعني بتقف لأهل جوزها في كل حاجة، والله قصص وحكايات أو حاجات عُدنا بنشوفها قدّام عينينا يعني فعلًا يعني الواحد بيستغرب ليها، فعلًا قطيعة رحم ما لهاش أول من آخر للأم والأخوات، وبلاش إنكم يعني تقولوا أخوات يعني بناتها هم اللي يشيلوها، حتى لو بناتها قريبين منها فبيحصل كمان في الحالة دي مشاكل، لإن طبعًا يوم ما الست بتتعب أو الأم بتتعب فاللي بيشيلها زي ما أنتِ بتقولي بناتها، فطبعًا يعني وقت التعب ديّة بتظهر الحاجة الحقيقية، فطبعًا مش هتلاقي معاها قدّامها غير بناتها، هُم اللي يشيلوها، ماشي هُم بيشيلوها، بس في الوقت ده ممكن لو معاها حاجة، معاها فلوس، معاها دهب، معاها أي حاجة، فبتضطر إنها تدّيها لبناتها، هنا مرات الابن بتزعل، ده أنتم كلتونا وأنتم نهبتونا، ده أنتم سرقتونا. وبتعمل مشاكل وبتخلّي أخوهم يقطعهم بيحس إن هو كَلهم، وأنتم حطيتوها دي شيء طبيعي، فمش كان هيفرق أي حاجة برضه ماشي أخوات يعني بنات ييجوا لها مثلًا كل هيقسّموا على بعض كل واحدة يومين والّا حاجة وتعدّي المركب، ما ترموهاش وبعد كده يعني ترجعوا تقولوا إحنا تعبنا أو كونهم شينين، لأ هُم مش شينين، أنتِ ما عملتيش حاجة أو واجب يعني عليكِ، بلاش أنتم تتكلموا نقول ما فيش آية بتدل على كده أو حديث. إحنا في حاجات يعني في حاجات اسمها إنسانية بنعملها، وأكيد الرحمة يعني دي أهم حاجة، وإحنا ما رحمناش بعض فما تستنظروش يعني إن حد يرحمنا، وأكيد فكّري ألف مرّة إن وتقعدي كده مع نفسِك إن ابنِك اللي أنتِ خلّفتيه وكبّرتيه وبعد كده هتيجي مراته تعمل نفس اللي أنتِ عملتيه بالضبط ويمكن أكتر، أهو دي عدالة ربنا. ما أنتِ كده قطعتِ، والابن بيكون إيه غير إن هو ما بيقدرش يعمل أي حاجة، لإن هو مش في إيده، ممكن هو مش في إيده لإنه مش هيقدر يغسل ولا هيقدر يطبخ ولا هيقدر يعمل حاجة، فالحاجة بتبقى بسيطة خالص مش أكتر من لقمة هتزوّديها معاكِ، ودول في الغسالة هتحطيه مش أكتر من كده، إنما كون الحما يعني تكون شديدة فدي شيء تاني ممكن هنتكلم فيه ونقول للحموات وهنديها برضه ننصحها ونقول لها اللي أنتِ بتعمليه غلط، فدي طبعًا في فيديو لوحده، لكن لو في يعني حاجة زي كده المفروض جوزِك هو مثلًا اللي بيقعد مع عمه وباروح بينه وبينها يا ماما أو يا أمي زي ما هو بيقول لها بلاش الحتّة ديّة لإن اللي بيزعّلها بيزعّلني ولازم يعني دي مراتي وأم وأولادي، فأكيد أمّا يتكلّم معاها بالراحة كده وبالأدب وبالحُسنى أكيد هي يعني هتقدّر، وطبعًا مش كل الحموات وحشين، في حموات كويسين جدًا، فبلاش نخُش في حِتَت زي دي، حاجات يعني هتأثّر يعني يعتبر تساعد على قطيعة الرحم. فيا ريت نفكّر وبلاش الكلمة دي عادت تتقال، لإنها صعبة، صعبة جدًا، صعبة على ناس فيها ناس فعلًا بتتعب منها، وفكّري إنِّك في يوم من الأيام هتتحطّي في نفس الموقف، فبلاش كلمة الخدّامة، لإنِّك عمرِك ما كنتِ ولا هتكوني خدّامة، فهنقول مع السلامة، باي باي.